السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فكرة النهاردة أنا عارف إن في ناس كتير مش هتعجبها وفي ناس هتعجبها، والناس اللي مش هتعجبها لأن عندي عدد كبير على القناة. الحمد لله. وطبعا كل واحد بيبقى له ذوق، وفي ناس كتير مش بتحب اللي هو الحاجات اللي هي بالتأثير الأولد إيفكت أو التأثير القديم. ولكن تعالوا نشوفه مع بعض وبعد كده نقرر هل الفكرة حلوة ولا وحشة في التعليقات. أول حاجة تعالوا نصلي على حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات علشان نكسب حسنتين، وكمان ندعي لاخواتنا يا رب ينصروا معجنا ولا يستعجلن يا رب العالمين. يلا بينا. طبعا انا جبت الصينيه دي يا جماعه، الصينيه دي طبعا قديمه عندي، فابتديت ان انا استخدمها. حطيت فيها اسمنت. الاسمنت عباره عن اسمنت ورمل، الاتنين نفس الوزن، واحد لواحد. وبعد كده ابتديت ان انا اسيبها تنشف براحتها، وجيت هنا جبت شويه اسمنت صافي. اهم شيء الاسمنت يا جماعه ما يكونش مركون بقاله فتره علشان يبقى ماسك بشكل كويس. بعد كده جبت معايا اللي هو الغيرة الابيض. الغيرة الابيض اي نوع موجود تقدر تستخدمه، ومش ضروري النوع اللي انا بستخدمه لانه مش بيكون موجود في كل مكان. اي غير ابيض بشكل عام في مصر فيعتبر كله مستوى واحد، فالموضوع باذن الله ما فيهوش اي مشكله. بعد كده ابتديت ان احط عليه شويه ميه واخففه بالميه، وقلبته كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعدين حطيته او ضفته على الاسمنت، وابتديت ان انا اقلب مع شويه ميه صغيرين. طيب انا في حاله دلوقتي ان انا بعد ما استخدمته او بعد ما سبته شويه حسيت ان هو ينشف مني واحده واحده. هجيب شويه صابون سائل مركز زي اللي هو الاوكسي كده، وشويه نص معلقه شاي، يعني نص معلقه شاي صغيره، ما تكتروش. وابتدي بعد كده اضيف على الاسمنت واقلبه بشكل كويس جدا لحد ما يكون شكله كريمي او القوام بتاعه اطرى من الكريمي بشويه. المهم بسيب دي طبعا بعد ما تنشف، وببدا ان انا اعمل الشكل اللي عليها ده. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، باذن الله يعجبكم ويكون حاجه جميله، وضيف له معلوماتكم اي حاجه جديده، خصوصا الناس اللي مش متابعاني او اللي اول مره تتفرج على الفيديو. ابتديت بعد كده يا جماعه ان انا ارص اللي هي القطع دي. اللي حابب يعرف القطع دي بتتعمل ازاي وكمان مقاسات اكبر من كده، ده نص يا جماعه، ده نص طوب في طوب كامل طبعا. اللي حابب ان هو يعرف الطريقه يسيب لي تعليق وابعت له الطريقه دول بيتعملوا ازاي، وتقدر تعمله باي مقاس انت محتاجه ازاي. المهم بعد كده ببدأ ان انا ابني واحدة جنب واحدة. اهم شيء وحضرتك بتبني الحاجات اللي زي دي لان الخامة دي من الجبس، تمام؟ فحضرتك تقدر ان انت تعملها من الاسمنت برضو. وكمان ادام عملتها بالجبس تقدر ان انت وانت شغال، او مهم جدا وانت بتبني بالطريقة دي تغرقها مية علشان خاطر تمسك كويس. عايز اقول لكم برضو حاجة مهمة جدا للناس اللي ما تعرفش، لما بتضيف شوية صابون سائل على الاسمنت اللي هو الاسمنت او الخليط يعني، بتلاقيه طري طول ما انت شغال، مش بتحتاج تزوده مية او بتلاقيه ينشف منك كل شوية، حتى مش بينشف وانت شغال على الحاجة نفسها. فدي طبعا حاجة كويسة جدا، ولكن يفضل ان انت ما تضيفش على الاسمنت اللي هو الصابون السائل الا وتكون ضايف عليه غيرة ابيض علشان يبقى قوي برضو ويبقى معاك تمام التمام ان شاء الله. طبعا ببدأ ابني بنفس الطريقة دي، واحدة عكس واحدة، زي المباني بالظبط علشان خاطر كله يمسك في بعضه وتبقى الدنيا تمام. باجي في الارضية دي وببدأ اعمل اللي هو التأثير الحجري البسيط ده. الفكرة دي يا جماعة ان شاء الله بإذن الله تستفادوا منها وتقدروا ان انتوا توظفوها بعد كده، او توظفوا المعلومة اذا استفدتوا من الفيديو بمعلومة معينة، توظفوها في اي حاجة تانية في اي شكل مختلف، مش لازم الشكل ده. المهم عملتها بنفس الطريقة وسبتها تنشف براحتها. وتعالوا بقى للناس اللي ما تعرفش طريقة الدمج، او الناس اللي حابة ان هي تتعلم طريقة الاولد افكت او التأثير القديم بطريقة عشوائية وبطريقة بسيطة جدا وسهلة. حضرتك بتبدأ ان انت ترش مية في البداية خالص، وبعد كده بتبدأ تضيف عليه اللون اللي هو الطوبي، وبعد كده اللون اللي هو الحمصي، واللون الاسود خفيف، وبعد كده لون ازرق برضو بتطعم بيه، وهكذا. بتبدأ حضرتك تعيد بنفس الطريقة. طيب أنا ممكن أستخدم ألوان تانية؟ أيوة تقدر تستخدم أي ألوان تانية، مفيش أي مشكلة، ولكن قدر المستطاع تعمل ميكس يكون متناسق مع بعضه علشان ما يبقاش فيه ألوان شاذة ولا حاجة. تقدر تستخدم على فكرة اللون البرتقالي مع اللون الأسود، هيديك تأثير حلو جدا جدا وهيديك لون عتيق
وطبعا بيكون لون مميز جدا جدا مع اللون اللي هو اللبني ده والازرق الفاتح. طبعا برضو هيبقى شكله حلو جدا جدا. اهم شيء ان انت بعد ما بتخلص بتديله اللي هو مادة البوليسترين، علشان ده جبس، عشان لو تعرض لمية ولا حاجة يبقى تمام التمام. بس انا هصور لكم الفينش دلوقتي زي ما نشوفه بدون ما اديله اي طبقة حماية او طبقة تلميع، لان انا حابب ان هو يكون شكله بنفس الطريقة دي. انا عارف ان الفكرة هتعجب ناس والناس تانية مش هتعجبها، ولكن خد اللي يعجبك من الفيديو حتى لو معلومة صغيرة، وادعي لي دعوة حلوة من القلب. واتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، والافكار اللي بقدمها اتمنى ان هي تكون بتضيف لكم ولو فكرة بسيطة، او يكون شخص واحد بس هو اللي استفاد منها. فبإذن الله تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، ودعوة حلوة من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.